السلام عليكم. النهارده حلقه جديده وهي حلقه الايجيبشن ليج اللي هنتكلم فيها عن فوز النادي الاهلي بريمونتادا على النادي المصري بنتيجه 4-2 وعن تعادل الثالث على التوالي لنادي الزمالك بنتيجه 2-2 امام سيراميكا كليوباترا. اما بالنسبه لبيراميدز فانا بصور ماتش بيراميدز شغال، ففي اخر الحلقه هقول لك بيراميدز عمل ايه وهقول لك ترتيب الدوري المصري. كنت عايزين ماتش زي بتاع برشلونه وانتر، شفتوا ماتش الاهلي ومصر كان عامل ازاي؟ يلا بقى نخش على الماتش. المباراه اللي بدات سخنه في اول 40 ثانيه لما جيني اوبوكا عمل اوفر يعدي من رامي ربيعه وياسر ابراهيم وتروح الكره لصلاح محسن بيحطها بدماغه حلوه بس تيجي جنب العارضه. وبعديها في الدقيقه الخامسه نفس الكره بالكربون، بس المره دي كريم العراقي بيعمل نفس الاوفر تعدي من برده من رامي ربيعه وياسر ابراهيم وتروح لصلاح محسن واقف لوحده ويسجل الهدف الاول لنادي المصري. في حاجه عايزين نتكلم فيها، بتعمل ايه ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم بيعمل ايه؟ محدش عارف. بعد الجون فضل الاهلي ضاغط النادي المصري من غير اي خطوره حقيقيه لحد الدقيقه 25 لما امام عاشور يبعت واحده من بعيد تعدي جنب عارضه محمود جاد. وفي الدقيقه 32 امام عاشور ياخد فاول خطير من مكان خطير يخش وسام ابو علي بس يحطها فوق العارضه قبل ما تيجي الدقيقه 35 ويقدر وسام ابو علي يستلم كوره حلوه ويحطها في المساحه لامام عاشور ويسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. طب المصري سنتر الاهلي خد الكوره اصلا محمد طاهر راح بانفراد يشوطها بس يقدر محمود جاد ان هو يصدها. في الدقيقه 41 عرضيه حلوه من محمد هاني الرأسيه والاربع من اسامه ابو علي يقدر يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 41. في الدقيقه 41 لحد الدقيقه 47 الحكم بيشوف الفار ليه محدش عارف، وفي الاخر الجون اتلغى. طب هو اتلغى ايه؟ اوفسايد ولا فاول؟ ليك الاختيار، اختار انت شوف انت عايز تعمل عليه صح وايه غلط. محدش عارف والله اتلغى ليه. الدقيقه 48 اوفر من كوكا محمود جاد يتعامل مع الكوره بشكل سيء تنزل على رجل طاهر محمد طاهر ويسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي وينتهي الشوط الاول بنتيجه 2-1 للنادي الاهلي. مع بدايه الشوط الثاني النادي الاهلي كان نازل بنفس الاداء اللي لعب بيه الشوط الاول ويقدر ياخد فاول في الدقيقه 52 ويقدر وسام ابو علي يحط فاول عالمي ويبقى الهدف الثالث للنادي الاهلي. 70 فنت ولا احلى من اشرف بن شرقي اللي بيحط ارتو بس جاد يتالق، تنزل الكوره لوسام اللي بيستلم ويحط واحده بوش رجله بس تخبط في العارضه اللي فوق وتضيع فرصه الهدف الرابع للنادي الاهلي. في الدقيقه 75 يقدر امام عاشور ياخد ضربه جزاء ويخش ويسجلها ويبقى الهدف الرابع للنادي الاهلي ويبقى الهدف ال11 لامام عاشور وبكده يبقى هو هداف الدوري المصري. 80 اوفر من كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف بيزحلق الكره بدماغه، كابتن محمد الشناوي ربنا يخليه ساب الكره تخش جون ويبقى الهدف الثاني لفريق المصري. وفي الدقيقه 86 تسديده قويه من كريم بامبو بس يقدر محمد الشناوي يتالق ليها وتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي 4-2. المباراه كانت الاختبار الحقيقي لكابتن عماد النحاس ولازم كلنا نديله الشابوه على المباراه اللي هو عملها، عمل مباراه كويسه. والمدرب اريك جيم اول ما لقى كل اللعب بيتلعب على كوكا واشرف بن شرقي ما بيرجعش يدافع خلى بن شرقي يرجع يدافع وقفل كل الخطوره على النادي المصري. فتحيه لكابتن عماد النحاس. ونخش بسرعه على الايجابيات والسلبيات. ايجابيات النادي الاهلي في الماتش ده خط هجومه كله من اول وسام ابو علي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، حتى اشرف بن شرقي عمل مباراه كويسه بس ناقص بس اللي هو سجل جول. بالنسبه لنص الملعب فهو كان عامل مباراه كويسه برده. بالنسبه لخط الدفاع فما جاش كابتن ياسر ابراهيم في كوره الجون مش عارفين بيعمل ايه، ومحمد الشناوي سلام عليكم. هو كان احسن واحد فيهم يعتبر محمد هاني. فاوفرول مباراه كويسه للنادي الاهلي، اختبار حقيقي للنادي الاهلي وكان اول اختبار حقيقي لكابتن عماد النحاس في مباراه قويه وقدر ان هو ينجح منه بنتيجه 4 اهداف. كان عماد النحاس كسب 3 كسب 4 كسب 5. عنده 3 ماتشات جايين مش سهلين، عنده البنك الاهلي في سيراميكا في فاركو. فهنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه في المباراه القادمه. لا مش عايز العب كونفدراليه، انا جددت من الكونفدراليه، مش عايز العب كونفدراليه يا عم، مش عايز العب كونفدراليه، مش هقعد العب ما العبش كونفدراليه، لا مش كل سنه العب كونفدراليه، لا خلاص. وعمالين تنقطوا، الزمالك عمال ينقط كل ماتش بالقطاره نقطه نقطه نقطه، في ايه يا عم؟ تعالى بسرعه نخش على الماتش ونشوف ايه اللي حصل. الماتش اللي بدا زي الزفت وزي القرف وماتش ما يتشافش اصلا. اول كره خطيره في المباراه كان الهدف العناصر المنسي في الدقيقه 14 بعد غلطه من محمد بسام. بعد الجون اول خطوره ثانيه في المباراه كانت في الدقيقه 30 عن طريق ناصر المنسي اللي كان هيحط جون عالمي بس الكره تطلع فوق عارضه محمد بسام. اما بالنسبه لسيراميكا كليوباترا فهم كان لهم كره واحده خطيره هي الكره اللي كانت فاول في اخر المباراه، قدر بوب لا يحطها في ايد محمد صبحي وينتهي الشوط الاول بنتيجه 1-0 لنادي الزمالك. ونفس النهايه بتاعت الشوط الاول هي كانت البدايه بتاعت الشوط الثاني، اول ربع ساعه ما تتشافش لحد الدقيقه 60 لما فخر لقاي يستلم كوره في منطقه الجزاء ويحط واحده ار2 بس تيجي في ايد محمد صبحي. وفي الدقيقه 63 يقدر اسلام عيسى يسجل الهدف الاول وهدف التعادل سيراميكا كليوباترا بعد كوره حطها بيمينه على الارض سهله في ايد محمد صبحي بس ما اعرفش محمد صبحي ايده كانت مخرومه ولا ايه، عدت من تحت ايده ويبقى هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا. الدقيقه 66 فاول خطير نادي الزمالك يخش بنتاج يحطها حلوه بس محمد بسام يقدر يتصدى ليها. قبل ما تيجي الدقيقه 69 فاول لنادي الزمالك في نص الملعب، دونجا يلعبوا بسرعه تروح لسيف الدين الجزيري بيستلم استلامه حلوه، رجب لمين لمح احلى وحط فينش بشمال ما بين رجل محمد بسام ويبقى الهدف الثاني لنادي الزمالك. في الدقيقه 90 مرتده نادي الزمالك عبد الله السعيد اللي بيعمل واحده على البعيده ولا احلى بس سوء تعامل من حسام اشرف وتضيع فرصه قتل المباراه. قبل ما تيجي الدقيقه 94 عرضيه من محمد شكري وبالحاجه اللي قد كده يطلع يركب فوق صلاح الدين مصدق ويسجل هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا وتنتهي المباراه بنتيجه 2-2.
تعادل عادل للفريقين، سيراميكا ما يستحقش يخسر، وكمان الزمالك ما قدمش اي حاجه في المباراه تخليه يكسب المباراه. كنظره اولى بالنسبه للكابتن ايمن الماضي كان بيلعب لعب سلبي يعتبر طول المباراه، هو جاب الجون ورجع يدافع، وبعد كده لما دخل فيه جون رجع جاب الجون ورجع يدافع تاني. فدي مش احسن طريقه تلعب بيها مع نادي الزمالك. انت ما ينفعش تدافع، انك انت شفت لما بتدافع هتلبس عشان خط دفاعك بقاله ماتشين مش فايق. صلاح الدين بيصدق بقاله ماتشين، الماتش اللي فات واحد قد كده طلع يركب فوقيه، والمره دي احمد بالحاج برده كده طلع يركب فوقيه. فصلاح الدين مصدق لازم يفوق. وحسام عبد المجيد بقاله كام فتره برده ايه واخد دروب لتحت. بالمناسبه حسام عبد المجيد يا في يناير يا في الصيف الجاي هتلاقيه في الاهلي، حاجه كده ايه قبل اي حد يقول لك حسام عبد المجيد في الاهلي السنه الجايه او في يناير الجاي. بقى على السلبيات والايجابيات. السلبيات احنا كنا عارفين ثلاثه، مصطفى شلبي ودونجا وسيف الدين الجزيري. هنشيل سيف الدين الجزيري عشان بقاله ماتشين بينزل يعمل اللي عليه بصراحه، فالراجل يسلم ومش هنحطه في السلبيات. اما بالنسبه لمصطفى شلبي فهو كان عامل مباراه الى حد ما كويسه، ولا وحشه ولا حلوه، فبرضه مش هنحطه في السلبيات. بالنسبه لدونجا فانا بص هقول لك حاجتين. الكوره اللي في الدقيقه السادسه اللي اتلعبت من عبد الله السعيد اوفر وهو واقف لوحده على القائم الثاني، قدامك حل. لو بتتفرج على ماتشات الاهلي الكوره بتتلعب لك حط بدماغك اللي جاي، حطيتها بره. سيبك من دي. في الدقيقه 14 ايه اللي انت بتعمله ده بقى؟ كان هيلبسنا ضربه جزاء مش اي 30 لازمه بدري في نص الملعب. فكابتن دونجا والله العظيم احنا عرفنا منك، والله العظيم ما حدش بقى طايقك في نادي الزمالك خالص. يا ريت كابتن ايمن الماضي يرميه على الدكه، يا عم مش هلعب ناقص بس ما العبش بدونجا. وكمان حاجه من السلبيات تاني، صلاح الدين مصدق وحسام عبد المجيد زي ما قلنا مستواهم بدا ينزل بقاله فتره. وكمان محمد صبحي ما كانش عامل مباراه كويسه خالص، الجون الاول كان منه بنسبه 100%، الكوره كانت في ايدك. فدي كانت بالنسبه للسلبيات. اما بالنسبه للايجابيات 3 أو 4 لعيبه، محمود بنتاي، ناصر منسي، سيف فاروق جعفر، وعبد الله السعيد. فاروق جعفر اللي بقاله كتير ما بيشاركش بس لما بينزل بيعمل فارق، وشفناه النهارده كان عامل مباراه كويسه لحد ما خرج فيها. شابوه سيف فاروق جعفر وناصر منسي اللي بيعمل اللي عليه وكل ماتش بيسجل لك جول، هيعمل لك اكتر من كده راجل مش عارفين. وبالنسبه لعبد الله السعيد فهو بيعمل مجهود جبار طول المباراه، بس معهوش اللي يساعده اللي هو يجيب جون او لا يعمل اي حاجه. فعبد الله السعيد يشكر. وبنتايج شال الحته الشمال دي كلها لوحده عشان مصطفى شلبي ولا بيقدم دفاع ولا بيقدم هجوم. فدول ابرز 4 في نادي الزمالك. وزي ما اتكلمنا الاداره ولا ينفع نحطها في السلبيات ولا في الايجابيات، بس كنظره اولى في المستقبل يقدر يجي منه كابتن ايمن الرمادي ان شاء الله. انت كده خلاص مفيش دوري ابطال، مفيش دوري، تلعب كونفدراليه السنه الجايه، فابني بقى انك هتلعب كونفدراليه السنه الجايه وربنا يستر. بالنسبه لماتش بيراميدز فانا لسه بصور الماتش شغال، لسه النتيجه 0-0، فمش عارفين ايه اللي هيحصل. هحط لكم في المونتاج ايه اللي حصل في ماتش بيراميدز. ودي كانت نهايه الحلقه. تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان يوصلك جديدنا اول باول ان شاء الله. والسلام عليكم.